بس تخيل واير مولي السحب كان السبب بإنهاء حياة أب قدام عين بنته الطفلة. هاي الكارثة اللي زلزلت القاع مو مجرد عركة وخلصت، السالفة بيه لغز مرعب وبدم بارد ما يملكه حتى الشيطان. شلون زلمة يفزع يطفي النار ويرجع الأطفال السبعة بجفن؟ هذا الفيديو كلش مهم، خليكم للنهاية واحكم بنفسك. بس بالبداية ابغى عزات تلقونه جوا صورتي وسووا القلب أحمر. بابا وين؟ ما والله انا داير. تعال ليش تبكي؟ بابا تدين بابا؟ بابا شلون شنو سبب الحادث؟ والله هي شلون استخدمت حماي الخبر؟ حماي تعارف وياه، وهو يعني قال له هذا انت وياه زلمه بزلمه، بس هو يعني رد على رجلي متعمد كثير. وعلى الله وعليكم ما رجلش لا بيها ولا اي عليها، والله فازوع. اي والله يعني جاي يفك العرك، وعندي 7 جهال، عنده اليد معوق والله العظيم. اي والله 7 وكلهم صغار كلهم قاصرين. وعلى الله وعليكم يتحق رجلي. والله لا بيها ولا عليها، وراد يطفي النار وانضرب. يعني راح لي مني سلمه، والله سلمه راح لي. إذا كان واير السحب ثمن حياة إنسان، الأيام الجاية شنو ضامة لنا؟ اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات ولا تخلون الفيديو يوقف يمكم. شاركوا هذا الفيديو بكل مكان حتى يوصل صوت العائلة وحق هالأطفال ما يضيع.